ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عميله جابت لي الكريم الفردي ده وقالت لي ان هي اشترته من محل في مكان يعني يعني صاحب المحل شكر لها في الكريم الفردي ده وقال لها ان هو كويس وبيجيب نتائج حلوه وبيفرد الشعر وبيحافظ على الشعرايه اللي هو زي كريم اللي هو الفرد الايطالي اللي انا زي اللي كنت كده بنزله لكم الكريم الفردي الايطالي. وبعدين فجابته لي صراحه، انا كنت اول مره اشوفه. فهو ده شكل العبوه بتاعته من بره، والتانيه شكل البرطمان من جوه، وبيجي معاه شامبو بلسم معاه وحمام كريم، وبيتلخبطوا على بعض والكلام ده. فعملته وجربته وعملت اختبار ليه في جزء من الشعر بسيط كده، ولكن ما جابش النتيجه خالص. فالناس اللي هي لو شافته في اي مكان ما تدفعش فيه فلوس، لانه اصلا ما بيجيبش نتيجه، و يعني ما مش هينفعك بحاجه. هتجيبيه وهتدفعي فلوس تقريبا، هي دافعه فيه 170 جنيه او 175 200 جنيه تقريبا. دي المحتويات بتاعته من جوه، اللي هي اكياس شامبو بلسم، وده اللي هي الازازه الصغيره دي اللي هي تتلخبط على البرطمان الكبير. المهم يعني ما جابش نتيجه. انصح اي حد رايح يشتري ما يشتريش النوع ده من الفرد، لانه اصلا ما بيجيبش نتيجه بالمره، يعني لا بوقع ولا بيفرد، وفي نفس الوقت ما بيجيبش نتيجه. فانت هتدفعي فلوس هتحطيه على شعرك ومش هيجيب نتيجه خالص.